بعد برنامج الستات والانترفيو اللي كان في برنامج الستات على قناه النهار، جالي كده في الانبوكس شويه مسجات حلوه كده، فانا ستفتها كلها كده وهجاوبها واحده واحده. بس الموست كومن بقى والرسائل الكومن جدا فيها كانت هي جمله واحده: ازاي يبقى عشيقه لجوزي. فلو عايزه تبقي عشيقه لجوزك لازم تعرفي اصلا العشيقه بتعمل ايه. اولا كلمه عشيقه دي كلمه مش وحشه خالص، هي بس مرتبطه في اذهاننا والسب كونشسلي كده ان هي ليها علاقه بسيده سيئه السمعه او سيده وحشه او حاجه زي كده. لا، المصطلح ده انا لا اقصده تماما. اقصد ان انت تكوني حد لازق في جوزك، انت وهو زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال انتوا سكن لبعض. وسكن دي تعني ان انت بتاخدي راحتك، انت ما بتاخديش راحتك غير في سكنك او في بيتك او في مكانك. فلو هو سكن ليكي وانت سكن ليه، او انتوا الاثنين علاقتكم سكن وموده لبعض، فانتوا كده كده هتاخدوا وتدوا مع بعض ومش هتحسوا باي نوع من انواع الاحراج ولا اي نوع من انواع الخوف. ده بالنسبه للجزء الاول بتاع العشيقه. طب بتعمل ايه العشيقه بقى؟ هقول الزوجه بقى اللي برتبه عشيقه. وخلينا نقول هنا ان العلاقه اللي انا بتكلم فيها دي دلوقتي ان انتوا كلكم او اغلب الستات ما فهموش ودخلوا يهاجموني، هي عباره عن اتنين متجوزين عايزين يعيشوا حياه فيها نوع من انواع القرب الشديد لدرجه ان انت تبقي عشيقه. وكلمه عشيقه دي مش كلمه عيب زي ما قلنا. طيب بتعمل ايه بقى؟ بتعمل 3 حاجات. بتتقبل تقبل غير مشروط، يعني بتحبه جدا من غير شروط، ما بتعلقش عليه، ما بتقفش على لسانه، ما بتدوش كده ايه مش مكتفاه. الحاجه الثانيه بتتجنن معاه جدا، ممكن تطلعي السخنه صد رد يوم، ممكن تلف بالعربيه مثلا الصبح بدري معاه في الشتاء، ممكن تخرج معاه بالليل والعيال نايمين. فهو حابب اللحظات الجنان اللي بتزود عنده الدوبامين، والدوبامين ده هو هرمون السعاده اللي هيبسطك وهيبسطه. الحاجه الثالثه، العشيقه هي الست اللي هو بيروح لها وقت ما هو عايز وبيقعد معاها وقت شويه وبيمشي وقت ما هو عاوز. طيب هتقولي لي ده ما ينفعش في الجواز عشان المسؤوليات. هقول لك ايوه، ولكن اديله جزء من المساحه. بلاش تعملي الموضوع على انه في جزء من الضغط، سيبي له مساحه شويه وهتبقي عشيقه هايله.